في البداية بنتعرف على أكاديمية شوتشن، مكان للطلاب الراقين واللي من عائلات غنية ومرموقة فشخ. أبطالنا الرئيسيين هم ميوكي شيرا رئيس مجلس الطلبة وكاجويا شينوميا نائبة الرئيس. الناس في المدرسة دايما بتشوفهم كأحسن كابلز، بس الحقيقة بعيدة عن كده لأنهم مش بيوعدوا بعض. الاتنين بقوا معجبين ببعض في السر بعد ما اشتغلوا مع بعض لمدة 6 شهور، بس كل واحد فيهم رافض يعترف بحبه. الحقيقة ان ميوكي كان مستعد يبقى في علاقة مع كاجويا لو هي قالت له، وهو فاكر انها مش هتطول وهتيجي تترجاه عشان تبقى حبيبته. ومن ناحية تانية كاجويا هي شايفة نفسها غنية فشخ عشان تدخل في قصة حب مع واحد كحيان وعادي زي ميوكي. بس لو ميوكي هو اللي جه يترجاه عشان يبقى حبيبها ساعتها ممكن تفكر في الموضوع ده. وبيتضح ان الاتنين شايفين نفسهم على بعض رغم ان الاتنين بشكل او باخر معجبين ببعض يا صديقي. وبنفهم ان الاتنين بدل ما يعترفوا بيحاربوا بعض وبيستخدموا كل الحيل الممكنة اللي يقدروا عليها عشان يخلوا الطرف التاني يعترف انه بيحبه الاول. بيدخلوا في معارك ذكاء وعادة بيسيبوا الاتنين في حالة ذهول وهستيريا. الحب حرب واللي يقع في الحب هيخسر. في مرة من المرات شيكا فوجيوارا سكرتيرة مجلس الطلبة الحالية وصديقة طفولة كاجويا جات لها فكرة انهم يروحوا رحلة في الصيف، وميوكي ما بيعرفش يعوم فقال ان الجبل احسن. على عكسه كاجويا اقترحت الشاطئ، وده خلى معركة تانية تشتغل ما بينهم عشان يقرروا هيروحوا الشاطئ ولا الجبل في الصيف. وعلى الرغم ان كاجويا كسبت معركة الذكاء، اتفاجئت واتضايقت لما شيكا فرحت وقالت انها هتجيب مايو جديد، خصوصا ان في حاجة ما بينهم مضايقة شوية كاجويا. وبنفهم من السياق ان كاجويا متضايقة انها فلات على عكس شيكا. بتظهر معركة تانية بين الاتنين لما كاجويا عايزة تروح الجبل عشان تتفادى احراج صدر شيكا، بس ميوكي رفض فسابوا القرار لشيكا. بس اهمية المعركة ضاعت لما شيكا اختارت مكان غريب ومكتئب. بعدين طالب اسمه تسوباسا طلب من ميوكي نصيحة في العلاقات. ميوكي وهو متفاخر وافق يساعد رغم انه ما عندوش اي خبرة في الحب. الوضع زي ما يكون عيان بينصح ميت. ساعتها كاجويا استغلت الفرصة واتسحبت تتجسس على كلام ميوكي عن العلاقات. ولما ميوكي حس ان كاجويا بتسمع كذب وقال انه بيحب كل شخصياتها، وده خلاها تتصدم وبالتالي زادت فرصته انها تعترف له بحبها. لكن على عكس المتوقع بدل ما يحصل اعتراف بالحب كاجويا بقت لطيفة معاه بشكل غريب جدا. المدير صادر مجلة واداها لميوكي رئيس الطلبة عشان يتخلص منها، بس هو كان مشغول بحاجات تانية. وكاجويا فضلها خدها وقرتها وبعدين اكتشفت انها مجلة اباحية، عشان كده سألت ميوكي لو عنده حبيبة فقال لا دلوقتي لا. بالليل وهم قاعدين ميوكي ادعى انه فاهم كاجويا كويس جدا، وده خلاها تسأله سلسلة اسئلة محرجة عشان تختبر معرفته عنها. ورغم ان اجابات ميوكي بدت وكأنها بتأكد ان كاجويا معجبة بيه، هو عارفها احسن وقال ان الكلب هو اللي كان معاها مش هو، وده كان بسبب قصة قطة علقت في عربيتها. كاجويا راحت المدرسة مبسوطة وساعدت بنت صغيرة خايفة اسمها ماكيتا انها تعدي الطريق. بعدين قابلت ميوكي اللي زعقلها عشان اتأخرت، وبعدين اصر انها تركب معاه على الدراجة عشان ما يتأخروش ما يبقوش قدوة وحشة كمسؤولين. مع الوقت كان في زوار من فرنسا متوقع يزوروا المدرسة، فالمدير كلف المجلس يجهزوا لاحتفال ترحيبي بالزوار بالزي المسرحي. كاجويا لبست ودان قطة وميوكي انبهر بجمالها بس خبى ده ومرضاش يبينه. ونفس الامر مع كاجويا لما ميوكي لبس ودان القطة. الاتنين بقى متحمسين لبعض وبصوا لبعض بنظرات قوية خلت شيكا تخاف. وبعد ما لعبوا لعبة عشان يقرروا مين هيروح يشتري تذكارات وحلويات، ميوكي وكاجويا خسروا لشيكا بشكل مفاجئ. وبالليل كاجويا اضطرت تتصل بميوكي عشان يناقشوا موضوع التسوق بتاع بكرة ده بمساعدة الخادمة هاياساكا. الزوار من فرنسا وصلوا اخيرا والمدرسة عملت حفلة ترحيب. ميوكي اتفاجئ لما اكتشف ان الطالب الوحيد في الحفلة كلها اللي ما بيتكلمش فرنساوي يبقى هو. واتضح ان المدير عارف ان ميوكي مش بيتكلم فرنساوي، وعشان يتأكد ان الأكاديمية تقدر تعتمد عليه كرئيس مجلس
المجلس لازم يعلي من مستواه، فكلف ست تختبر ميوكي بنفسها. الست دي واجهت ميوكي وبدأت تهزقه بكلام جارح، بس هو ما كانش فاهم اي حاجة. كاجويا ساعتها شافت ده واجهت الست وردت لها الصعصعين. الست جريت خايفة بعد المواجهة، وبعد الحفلة ميوكي شجر كاجويا عشان عرف انها دفعت عنه. بعد فترة بنت اسمها نجيسة زارت كاجويا عشان تطلب نصيحة في العلاقات. على عكس توقعاتها، نجيسة كانت عايزة نصيحة ازاي تسيب حبيبها تسوباسا. تسوباسا ده لو فاكر كان هو اللي طلب نصيحة من ميوكي قبل كده في العلاقات، ورغم ان كاجويا عمرها ما كانت في علاقة شائعة، لكن حبت توضح انها فعلا كانت في علاقة، لان الكل عارف انها هي وميوكي قابل مثالي. فوهي بتحاول تعرف ايه المميزات الكويسة في حبيب نجيسة، كاجويا ضاعت في وصف عاطفي عن ازاي المفروض يكون الحبيب المثالي، وده فكرها بميوكي بطريقة خلت وشها ينبهر، ورجعت على طول من هفوتها المحرجة دي وركزت على الموضوع. بس شيكا دخلت الأوضة زي المحققة بتاعة الحب، وخلت نجيسة تتخيل حبيبها مع بنت تانية بيحضنوا بعض، وده عكر مزاج نجيسة. وحتى كاجويا كمان بشكل مضحك بمساعدة شيكا المرحة، نجيسة شكرتهم قبل ما تمشي. الجو كان بيمطر بره، ومجلس الطلبة خلص شغله لليوم وقرروا يروحوا. وبشكل مفاجئ كاجويا ما كانتش هتركب مع حد زي العادة، وميوكي ما جابش العجلة بتاعته ولا واحد فيهم جاب شمسية، او ده اللي قالوه، لان في الحقيقة الاتنين كان معاهم شمسيات مخبيينها في شنطهم. قال يعني مستنيين الطرف التاني هيعمل ايه ويطلع شمسيته ولا لا عشان يشاركها مع التاني، وده ممكن يتفهم كإظهار للحب. وبعدين بيتضح ان كاجويا خططت عشان تكسب قلب ميوكي، ولما راحت تضرب الضربة القاضية عشان تفضح ميوكي اللي كان محرج وعرق بال للهدوم الداخلية، شيكا طلعت من الضلمة واديتهم شمسية احتياطي يشاركوها هما الاتنين. بعد شوية بنتعرف على يوي شيجامي، أمين صندوق مجلس الطلبة، طالب كئيب شوية وبيحضر اجتماعات المجلس نادرا، وبيفضل يعمل شغله من البيت. كان عايز يستقيل من منصبه لانه كان فاكر ان كاجويا هتقتله، وهم يوكي توسلوا يفضل عشان لو مشي هيفلسوا، بس يو اصر وقال انه حس بنية قتل من كاجويا كذا مرة. وفجأة كاجويا دخلت ماسكة سكينة وعليها دم، خوفت الاتنين جدا وطلبت تتكلم مع يو وهددته انه ما يستقلش. وبعدها شيكا دخلت وفي سكينة في صدرها خوفت الولاد تاني. بعدين هاياساكا اقنعت كاجويا تعمل مانيكير عشان تبهر الرئيس. فاليوم اللي بعده عملت ضوافرها، بس كان باين عليها السذاجة شوية لانها ما كانتش متأكدة لو ميوكي هيلاحظهم. في أوضة المجلس حاولت بكل الطرق تخلي ميوكي يلاحظ ضوافرها، بس حست ان مجهودها فاشل. وفي الوقت ده ميوكي كان مبهور بضوافرها دي بس مش مبين. وبعد المدرسة كاجويا مشيت محبطة عشان ميوكي ملاحظش ضوافرها، بس بشكل مفاجئ ميوكي جري عليها وحاول يمدح ضوافرها، بس كان محرج قوي فاختفى زي ما جه. بعدين يو وميوكي ناقشوا مع بعض أنشطة النوادي الجديدة في المدرسة، وميوكي كان ناوي يحط ميزانيات للنوادي دي، فسأل يو عن رأيه. وبشكل مفاجئ يو شاف ان التخفيضات دي مستبدة وعشان مركزة اساسا على القابلز بتوع المدرسة. لما ميوكي اصر ان يو ينضم للنادي شرح له النوادي اللي اعضاء المجلس فيها، ولما سمع عن النوادي اللي شيكا وكاجويا فيها يو طلع تعليقات مضحكة بس مهينة عن الفرق اللي موجودة في النوادي دي، وبدأ يتريق على حاجات معينة في جسم البنات، لكن من غير ما يعرف. ومن سوء حظه يا عيني شيكا وكاجويا كانوا وراه. شيكا عملت عصاية وضربت يو عشان تفوقه. بعدها يو قرر ياخد اجازة ويرجع البيت يعيش في سلام. اخت ميوكي الجميلة كي زارت اوضة مجلس الطلبة. كاجويا اتعرفت عليها وحتى خططت انها تتقرب منها ويمكن يبقوا اصحاب، وكي تبدأ تناديها الاخت الكبيرة، لكن للاسف ده ما كانش ممكن عشان كي كانت بتفضل تنادي شيكا الاخت الكبيرة، وده خلى كاجويا بكل يأس تشوف شيكا كعدوتها الوحيدة الحقيقية. بس ده اتغير لما كاجويا اتعزمت على التسوق بعد نهاية اليوم. ميوكي سأل كي ازاي كانت زيارتها لأوضة المجلس، فقالت له انها حست بإحراج حوالين كاجويا لسبب ما مش قادرة تكتشفه. بفترة الامتحانات ميوكي قرر يحتفظ بمركزه كالأول على المدرسة كلها، وده السبب الرئيسي انه رئيس المجلس. كاجويا قالت له علنا انها مش مهتمة،
بس جواها كانت زي القنبلة الموقوتة مستنية تنفجر من الضيق اللي جواها. مايوكي عمل زي ما يكون مش مهتم، بس لما دخل الحمام ضحك وحدف ضربات في الهوا زي المجنون. قبل الامتحانات شفنا كاجويا بتساعد يو يستعد كويس عشان ينجح، عشان لو فشل هيسقط سنة. بعد كده اعضاء المجلس ما عدا يولكاي بيتأخروا عن مغادرة المدرسة بسبب الاعصار. ميوكي كان محتاس وكاجويا عارفة ان مايوكي لازم يروح شغله ويتعطل بسبب المطر، وكانت هتقول له يركب معاها، بس ده كان هيبقى زي موعد بالعربية، فحاولت تخليه هو اللي يطلب منها انها تركب معاه. ولما عربية كاجويا وصلت استنته في المطر في اللحظة الأخيرة عشان يطلب يركب، بس بدل كده ميوكي قرر يركب العجلة بتاعته، ومن غير ما ياخد باله طرطش مية على كاجويا وجري بسرعة. اليوم اللي بعده اتضح ان كاجويا جالها برد. يوم ميوكي وشيكا قرروا هيكسبوا لعبة ورق، ولما عرفوا من يو ان كاجويا وقفت في المطر زي ما تكون مستنية حد، ميوكي فهم ان هو اللي رد المية على حد واقف في المطر وبوظ عربيته وده خلاه يحس انه لازم يصلح غلطته، فراح يزورها في بيتها. ولما وصل هياساكا كانت عارفة معركة الحب التافهة اللي دايرة بينهم، فسابتهم لوحدهم لمدة 3 ساعات. وهناك اكتشف ان كاجويا بتبقى غريبة قوي لما تبقى مريضة، فجذبته لسريرها وريحوا مع بعض وهي نايمة. لما فاقت ولقت ميوكي على سريرها دخلت في حالة جنون، لانها ما كانتش فاكرة انها عملت كده وايه اللي جابه هنا اصلا، فصرخت عليه وطردته بره السرير. بعد ما شرحوا اللي حصل وكاجويا سمعت ميوكي يقول كان مدفوع بالبؤس والسلبية، قال ان كاجويا زي شخصية كوميدية رومانسية شعرها اسود وفلات. بس النتيجة الحقيقية اللي وصلوا لها شوية الشباب التافهين دول ان محدش فيهم كان غلطان ومحدش لازم يحس بالذنب. في الصيف ميوكي ما كانش مخطط لأي حاجة، وكاجويا كمان نفس الوضع، كان نفسه يروح رحلة مع كاجويا، بس انه يقول لها كده هيبقى زي انه بيعترف بحبه، يعني هيخسر الحرب اللي دايرة ما بينهم. ونفس المشكلة دي واجهت كاجويا، ما قدرتش تقول لرئيس المجلس انها عايزة تروح رحلة معاه، عشان كده هيبقى زي اعتراف بالهزيمة. وبدل كده بما انه صيف قرروا كلهم يروحوا يتفرجوا على عرض الالعاب النارية. ونص الشهر عدى وفي الوقت ده ما حصلش اي حاجة مميزة. كاجويا كانت مركزة اوي ان ميوكي هو اللي يتصل بيها الاول، وميوكي طبعا عارفين ان هو كان زيها بيمارس نفس لفعل العبط، وكان قاعد عزين كل يوم من غير ما يكون جنب كاجويا. وكاجويا استعدت عشان تروح مهرجان السيف، ويوشيكا وميوكو كانوا مستنيينها، وللأسف الحارس الخاص بيها منعها عشان سلوكها الأخير، وما كانوش هيعرفوا يحموها وسط الزحمة دي. وهي زعلانة بعتت رسالة لشيكا تعتذر انها مش هتقدر تيجي. ولما ميوكي شاف الرسالة اتعصب جامد وما كانش هيستحمل لحظة من غير ما يشوف كاجويا، فراح بدراجته لبيتها. في الوقت ده كاجويا كانت متكومة على سريرها زي البطاطساية، وهياساكا وستها وساعدتها تهرب بتبديل الهويات. ميوكي كان وصل بيت كاجويا وفهم الوضع فرجع للمهرجان. بعد كده سائق التاكسي قال لكاجويا انه مستحيل يوصلها للمهرجان بسرعة بسبب الزحمة، فقررت تمشي على رجليها، بس برضه ما قدرتش توصل وما شافتش السما منورة بالألعاب النارية مع أهم 3 أشخاص في حياتها كلها. وهي بتعيط في زقاق ميوكي ظهر بمعجزة قريب منها ووعدها انه هيوريها الألعاب النارية مهما كان التمن. ولما اتجمعوا كلهم مع يوشيكا ركبوا نفس التاكسي اللي كاجويا ركبته قبل كده، وساووا المكان تاني في المدينة في عرض الألعاب نارية، وقدروا يوصلوا في الوقت المناسب وشافوا العرض من جوه التاكسي. بعدين الصيف خلص والمدرسة رجعت. بعد أحداث الصيف الملحمية الاتنين حاولوا يبدأوا يتكلموا مع بعض، بس للأسف فشلوا كذا مرة، وبعد ما اتخبطوا في بعض بدأت محادثة بين الاتنين. بس ميوكي فهم جملة كاجويا غلط وجري بطريقة مش شيك، وكاجويا راحت وراه. وهنا بنوصل لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبك يا صديقي، ولو فعلا عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتستنى ملخصاتنا الجامدة اللي جاية.